يا جماعة، الحلقة الأولى من الموسم الثاني بدأت بداية وما فيها أي رحمة. إطلاق النار على جزاع وصرخة عزيزة. الفوضى اللي صارت من أول دقيقة حسستني أننا داخلين على موسم ثقيل جدا. أنا ما كنت مستعد نفسيا للصدمة. هذه أول مشهد طبعا، ومشهد الصحراء، عزيزة في الصحراء لحالها، والمشهد هذا كان قوي بصريا ونفسيا. تحس انها مو بس هاربة من الشرطة، هاربة من حياتها كلها. لما كانت تمشي تتكلم مع نفسها حسيت الانكسار واضح جدا. هنا عرفت ان شخصيتها الموسم بتكون مختلفة. طبعا المستشفى والتوتر، عواطف في حالة حرجة، والعائلة كلها متوترة. الصمت كان اقوى من اي حوار. المخرج هنا لعبها صح، خلانا نحس بثقل اللحظة بدون مبالغة. صدمة الحلقة سعد. طيب الحين خلونا نتكلم عن اللحظة اللي فعليا كسرت الحلقة. سعد رجع. معقول؟ ايوه سعد رجع. انا حرفيا قلت لا مستحيل. طريقة ظهوره في البر قدام عزيزة كانت مرعبة وغامضة بنفس الوقت. ولما قال انه رسميا ميت، هنا انا جلست افكر وش اللي صاير؟ مين مخليه يختفي؟ وش السر الكبير؟ لحظة عواطف. طبعا اقوى مشهد عاطفي كان لما عزيزة قالت لسعد عواطف بتموت. هنا شفت التغير في وجه سعد، برودها اختفى، بان عليه الخوف الحقيقي. المشهد هنا رفع مستوى الحلقة وبالكامل. السباق للمستشفى لما سعد راح المستشفى بسرعة، هنا الموسيقى ارتفع، التوتر زاد. كنت متأكد ان الحلقة بتنتهي على شيء قوي، وطبعا وفعلا انتهت على مشهد كان المشهد الأخير. سعد يدخل الغرفة وينادي عواطف، يا عواطف، عواطف أنا سعد. قرار مشهد المستشفى بعد نهاية الحلقة الأولى، وتبدأ الحلقة مباشرة من لحظة دخول سعد على عواطف. الصدمة واضحة على وجهه وصوته مهزوز وهو يناديها. عواطف تكون بين الوعي واللاوعي، نظرة عيونها توحي انها سمعت صوت. التوتر يرتفع لأن وجود سعد في المستشفى خطر عليه، هو المفروض ميت رسميا. هنا يبدأ أول تهديد حقيقي، لو أحد شافه بينكشف السر. وتوتر عزيزة. عزيزة تكون مرتبكة جدا، خايفة على عواطف وخايفة ينكشف سحر، وممزقة بين الصح والغلط. في مشهد قوي بينها وبين نفسها، يظهر الصراع الداخلي بوضوح. واضح انها بتدخل دوامة اكبر من اللي كانت فيه. وهنا بدت بداية الشكوك. أحد الشخصيات من العائلة أو المقربين يبدأ يلاحظ أشياء غريبة. ومين الرجل اللي دخل الغرفة؟ ليش في توتر فجأة؟ وليش عزيزة مرتبكة؟ العمل يبدأ يزرع بذور الشك بدون مواجهة مباشرة. وحوار مهم بين سعد وعزيزة. سعد يعاتب عزيزة لأنها رجعته للمواجهة، وكان مختفي لسبب كبير، ويتضح أن اختفائه ما كان هروب عادي، في تحديث حقيقي أكبر من اللي نعرف. لكن الحلقة ما تكشف كل الأوراق، تتركنا بنص المعلومة. وهنا تتصاعد وتتوتر عطوة وضاع. الحلقة هنا تعطي مساحة أكبر للخط الثاني، توتر بالعلاقات واختلاف وجهات النظر، ملامح صراع قادم. واضح أن الموسم ما راح يكون بس عن سعد، في عدة جبهات مفتوحة. وهنا لحظة عاطفية قوية، مشهد بين سعد وعواطف. لو استعادت وعيها جزئيا أو حتى نظرة صامتة بينه وبينه، المشهد يلمح أن بينهم تاريخ ثقيل جدا وأسرار قديمة ممكن تنفجر قريب. نهاية الحلقة الثانية تنتهي الحلقة على تصاعد جديد، إما أحد شاف سعد أو خبر ينتشر أو شخصية تقرر تبحث عنه أكثر. الحلقة ترفع مستوى الغموض أكثر من الأولى، ما في راحة بس تصعيد مستمر. طبعا أهم نقاط الحلقة هنا بدأ خطر انكشاف سعد، وتصاعد التوتر داخل العائلة، وتعمق شخصية عزيز، وزرع صراع جديد للموسم. رأيي النهائي، الحلقة الأولى نجحت في 3 أشياء: صدمة قوية من البداية، إعادة شخصية مهمة وبطريقة غامضة، إنهاء الحلقة على لحظات توتر عالي. طبعا لو استمر المستوى كذا الموسم هذا بيكون أقوى من الأول. خلونا ندخل في التوقعات. بما أن أول حلقتين من شارع الأحشى الموسم 2 ركزت على عودة سعد وخطر انكشاف، فهذا أقوى التوقعات للحلقات الجاية. طبعا أحس إنه في انكشاف سر سعد قريب جدا، الوضع ما يقدر يستمر طويل. وفي ناس شافوه طبعا في المستشفى. التوتر واضح على عزيزة، جودة صار خطر على الكل. أما التوقع الثاني أن أحد الشخصيات بيبدأ يشك رسميا ويبحث وراه، وممكن يوصل لحقيقة أنه حي، وإذا انكشف اللي كان يطارده بيرجع أقوى
وهنا عواطف تعرف الحقيقة. لو عواطف استعادت وعيها بالكامل ممكن تطلب منه تفسير أو تنفجر المواجهة بينهم. احتمال كبير يصير بينهم مشهد اعتراف قوي ويكشف سبب اختفائه الحقيقي. عزيزة بتتورط أكثر، وعزيزة الآن في المنتصف. أحس إن عزيزة تخبي سر، تتعامل مع أزمة كبيرة، وممكن تهم بشيء ما لها علاقة فيه. أما التوقع الثالث، راح تتحول من شخصية هاربة إلى شخصية تقاتل لحماية شخص أو ظهور عدو جديد. العمل يوحي إن في طرف أكبر من مجرد قصة عائلية. ممكن يظهر شخص يعرف سعد أو هو السبب في موته الرسمي، وهذا يرفع من مستوى الأكشن بالموسم. وصراع داخلي في العائلة، كل الأسرار إذا طلعت بتفكك العلاقات. خيانة أو لوم أو ماضي راح ينفتح. احتمال كبير نشوف انقسام داخل العائلة. السيناريو الأقوى لو صار بيكسر الترند، سعد ينكشف قدام الكل فجأة وفي نفس الوقت يجي تهديد مباشر. الحلقة تنتهي بمواجهة وإطلاق نار جديد. خلاصة التوقعات، الموسم هذا مبني على سر ومطاردة وعلاقات قديمة وانفجار قريب جدا. لا تنسون دعم كل الاشتراك واللايك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد ومفيد إن شاء الله. وطبعا ردة فعل مباشرة ومقاطع رياكشن إن شاء الله تنال إعجابكم. وودعتكم الله وفي أمان الله.